بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعودتم مع دانيال، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ألقاكم بسلم وسلام دائمين. نشكركم على دعمكم دائما، دعمكم الدائم لي، ربي يبارك فيكم. إن شاء الله بإذن الله رانا مقعدناش نوصل 3000 مشترك، وإن شاء الله قناتنا تزيد تكبر بإذن الله جل وعلا، وبعد فضل الله سبحانه وتعالى وحده يعود كذلك بعد ذلك إليكم انتم ودعمكم. نشكركم جزيل الشكر. ما تنساوش كذلك الآن ضعوا اللايك، ونبدأ على بركة الله في الوصفة هذه تاع المحاجب. نتيجة ما شاء الله تبارك الله. واش نحتاجو في هذه الوصفة؟ ندخلو نحتاج، أنا هنا درتها بالفرينة، خلطت مع سميد، درت كيلة تاع فرينة، كيلة تاع فرينة باش نتفادى أنه يتقطع لي. 2 كيلة تاع سميد. هنا مثلا إذا كنت مجربة السميد نتاعك وجاك مليح استغني عن الفرينة. إذا كان أول مرة راح تجربيه ماذا بك ديري شوي فرينة على الأقل باش تتفادى أنه يتقطع لك. كمية مليحة تاع ملح، ماذا بك كمية تكون مليح، ما يجيش مسوس باش ما يبداش يتقطع. انا هنا عجنت بالحليب، انت اذا كان عندك الحليب ديري، واذا كان هي حبذا لو كان عندك اللحظة. انا ما كانش عندي اللحظة، ديري اللحظة وما النتيجة ما شاء الله، لانه اللحظة تعتبر محسن طبيعي للعجين، تعطي نتيجة مليحة للعجين. المهم ديروا، انا درت في البيتخا، نتوما اذا بغيتي تعجني بيدك باذن الله راح نحط الطريقه تاع العجن في صندوق الوصف في فيديو من الفيديوهات تاعي. حطيت العجينه تاعي في الساشيه، خليتها ارتاحت مليح مليح مده طويله، ارتاحت لي مليح، خذات راحتها في راحتها باش العجين السميد يكون مليح، والعجين طريقه العجن ما تجريش ياسر كذلك. كي يرتاح مليح ثاني يعطي نتيجة، وتبقى كاين سر في السميد، كاين سر في السميد يضيفوا له مكونات، مرات يجينا مليح مرات ما يجيناش مليح. نبدا هنا الصينية تاعي ندهنها بالزيت مليح مليح، نخليه يرتاح باش يرتاح لي مليح، ونروح بجهة نبقى نلوث فيه ونقرص فيهم، ماذا بيك قرصات صغار ما تغلطيهمش، باش كي تجي تبدي تحلي فيهم ما يجوك مورقين مليح، ما يجوش خشن، لانه كون تكبري الاخرى الحبه تاعك راح ما يساعدوكش في الحل، مهما تحلي تقعد الحبه غليظه الا اذا كبرتي الحبه تاع المحاجب. نروح لاصوص تاعي، طحنت في الاشوار تاعي الطريقه هذه، ما طحنتهاش ياسر البصله، خليتها تكتكت مليح طابت مليح بلا ملح، باش ما تطلقش الماء تاعها، طابت مليح مليح. درت لها كميه تاع زيت، ولحت معاها 2 سنات تاع ثوم بلا ما ربيتهم، خليتها تكتكت مليح ونطف بلعت عليها الكيكوط وخليتها طيب مليح مليح، لازم تتجمر. رحت لاصوص طوماط طيبتها بجهه وحدها، درت الزيت في الطاجين تاعي هادي، ومن بعد كينا بديت نخلي فيها تكتك لي حتى هي مليح مليح باش تطيب لي تتجمر. ضفت لها الطوماطيش تاع القوطي، بعد كينا درت لها الفلفل الأحمر، تبغي ديري الحلو الحلو ضروري باش يعطي ذاك اللون، تبغي ديري الحار راس الحانوت، وزدت كمية تاع زيت باش هذاك اللي يدام هو اللي يعطينا ذاك الاحمرار. بعد كينا ضفت هذيك البصلة مجمرة، دوكا البصلة مجمرة ضفتها على لاصوص، خليتها تجمرت مليح مليح، راهي هنا ليكم واجدة. هذه السر تاع لاصوص تاع المحاجب، طيبوها بهذه الطريقة راح تجي ما شاء الله. نروح العجينة تاعي، انا نبدا نحل فيها بالحل باش تساعدني، باش كي يبدا العجينة تتكسل نحلها بالحلال تساعدني مليح ما تبقاش تتكمش لي. حلو حتى لازم تجي رقيقة، لازم في الحلين في الحلين تاع العجينة لازم تحلوها حتى يولي البلان دو طرافاي تاعك يبان، لازم تحليها رقيقة باش يجوك مورقين ما يجوكش خشان ويطيبوا لك بالخف، لانه اذا جاوك خشان كي تولي طيبي فيهم ما يلحق لهمش الطياب من الداخل، راح يجي يبقاو من الداخل معجنين. بصح كي تبداي تحلي بالطريقه هذه ساعفي غايب شوي. انا هنا صراحه كي نخدم بيدي صراحه تساعدني مليح، بصح كي راني هنا نصور بليغون راح شويه يغبروني مع جايين شويه كبار عليا. المهم عادي حتى كون يتقطعوا لك حبات عادي راهم من الداخل ما
يعني عادي. اكيد راح يتقطعوا لنا حبات. انا هنا صورت لكم يعني حتى الحبات اللي تقطعوا لي نصورهم، يعني ما نصورش الحبات الناجحين باش انتي تعرفي باللي انه حتى مثلا تكوني متمكنه ولا حاجه في العجين، بصح يجي نهار وين يكون السميد ماهوش مليح وراح ما يعطيكش نتيجه يعني اللي 100%. نروح لواحد النصيحه نعطيها لكم، ماذا بيكم السميد تحطوه في الكونجيلاتور ولا في الفريجيدير باش ما يفسدلكمش، يشد مدة طويلة خاصة في فصل الصيف. أنا هنا درت لكم وحدة يعني حبة تاع محاجب بلا ورق الطهي، وحبة دوك نجي نديرها لكم بورق الطهي، لأنه صراحة حتى ورق الطهي يساعد في هنا ما تحلتليش. شوفوا مالغري حليتها غير بيدي بلا ورق الطهي ما تقطعتليش ما حتى حاجة. المهم هذه طريقة ثانية تاع ورق الطهي مليحة سواء المبتدئات ولا المحترفات. كاين حتى محترفات ما شاء الله يعني عندهم مدة طويلة في المحاجب ويبغوا يخدموا بورق الطهي لأنه يبغوا حبة ما هي تاخدها. وهذه تبقى أذواق، يعني كل واحد كيفاش الخدمة تاعه دايرة. ان شاء الله برك الفيديو ما يكونش ممل باذن الله جل وعلا، وتعجبكم الطريقه وتجربوا النتيجه، تكتبوا لي في خانه التعليقات اذا عجبتكم الطريقه. صح اليوتيوب صراحة مليان بالوصفات مليان بالقنوات، وتبقى يعني كل واحد والوصفة اللي تجذبه كل واحد والشرح اللي يجذبه والشخص يعني طريقة الكلام الأسلوب. كل شخص يعني يختلف عن الآخر في طريقة العرض وفي طريقة شرح الوصفة في المحتوى نتاعو تاع القناة، وتبقى أذواق وتبقى ميول ورغبات للمشاهد. برك النجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك الدعم والتشجيع من عند الأخوات. نرجع لكم للوصفة نتاعي. قبضي بالبانسو هذاك اللي دام ادهني به الحبة تاعك تاع المحاجب. هنا تشوفي ماذا بيك الجهة مقطعة هي حطيها الأولى، من بعد كنا كي تجي تلحقي في الحبة ماذا بيك العجينة تلحقيها للجهة اللي تقطعت لك، ماذا بيك يعني تلحقي العجينة تاعك النص الثاني كي تجي تطبقي فيه ماذا بيك تلحقيه للجهة هذيك اللي تقطعت لك باش تفري انه لاصوص ما تخرج لكش كي تولي طيبي. ساع فيها برك بديت تكسلي فيها غير بشوية تبسطي فيها، تزيدي انك تركيها عادي راح تجي النتيجة ما شاء الله. صدقوني جاو محاجب رقاق ربي يبارك يعني صراحة. لا لا هنا انا هذو الحبة طيبتهم زدت كملت من بعد كينا طيبتهم في الرقة هذه تاع المحاجب. صراحة النتيجة تاع الطاجين الاخر تاع الحديد افضل من هذا، افضل من الطاوة تاع المحاجب. نروحوا لهذه الطريقة اللي يبغوا المحاجب هكا خبزات مدورين. حليت في السنين تاعي قلبته الصينية هذه حليتها بالطريقة يعني عادي حليتها كامل، وبعد درت لاصوص تاعي زدت الحبة الثانية القرصة الثانية بديت نحل فيها بالطريقة اللي كم تشوفوا فيها في الفيديو عادي جدا. والحواشي هذوك نحاول نلصقهم مع بعضهم باش ما يتحلوليش كي نولي نطيب فيهم. لوحتها بالطريقة اللي زدت لكم فيديو اضافي، لوحتها بالطريقة هذه في الطاوة نتاعي. شوفوا الطريقة اللي لحت بها. نطلع الصينية نتاعي ونحط الحبة غير بشوي ونخليها. صدقوني نتيجة ما شاء الله وتجي رقيقة رقيقة ربي يبارك، خاصة إذا كانت العجينة ناجحة وتجي سهلة يعني ما تخافي عليها لا تتقطع لك لا تحليها على يدك لا حتى حاجة. جربوا النتيجة بإذن الله جل وعلا مش راح تندموا عليها. وتبقى النتيجة تاع المحاجب تاعي هاوليكم النتيجة ربي يبارك. صدقوني ما شاء الله تبارك الله، وإن شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم. ونقولكم يعني تهلا في صحتكم، دمتم سالمين دمتم أوفياء أتقياء. السلام عليكم.